السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هنشوي البطاطا القمرية دي مع بعضينا بطريقة سهلة وبسيطة، وهنشويها من غير ما نستخدم الفرن خالص. وما تستغربيش، مش هنستخدم الفرن خالص، وهنشويها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وبصراحة الجو ساقع ومحتاج البطاطا المشوية الجميلة دي، فيلا بينا نشوف الطريقة مع بعضينا، وبإذن الله طريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم. هنا انا جايبة البطاطا بتاعتي اي كمية، غسلها كويس قوي، نقعاها في مية وغسلها تحت الحنفية كويس قوي. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ نبتدي نوضب البطاطا بتاعتنا زي ما انت شايفة كده بنفس الطريقة. خلاص انا كده غسلتها، لان البطاطا بيبقى فيها رملة وطينة كتيرة، فيا ريت نهتم بغسلها كويس قوي. وبعد ما غسلناها يلا نجيب الحلة بتاعتنا. ما تستغربيش، انا هشوي البطاطا في الحلة. يلا نشوف هنشويها ازاي وهنعمل ايه. انا هنا برص البطاطا بتاعتي، رصيها بالطريقة اللي تعجبك، الرصة ما منهاش اي مشاكل. خلاص انا رصيت البطاطا بتاعتي. وهنعمل ايه الخطوة الجاية بقى؟ الخطوة الجاية هنجيب كوباية مية بمقدار 200 ملي مية. ما تستغربيش ان المية قليلة قوي. ليه؟ لان احنا بنشوي بطاطا مش بنسلقها. خلاص انا حطيت كوبايه الميه بتاعتي، وبنفس الكوبايه هنملاها سكر، بس تكون كوبايه ناشفه. خلاص انا كده رشيت السكر بتاعي. ليه؟ لان احنا هنشوي بطاطا وفي نفس الوقت هنعمل لها كراميل. يلا بقى نشوف الخطوه الجايه ايه. الخطوه الجايه بقى نبتدي نغطي البطاطا بتاعتنا بورق. انا بصراحة كان متوفر عندي ورق الزبدة، انا غطيتها بورق زبدة. ما عندكيش يا ستي ورق زبدة مفيش اي مشاكل، هاتي ورق كراريس كده من كراسات ولادك، بس بشرط ما يكونش مكتوب فيه. وغطي البطاطا بتاعتك. احنا ليه بنغطيها بورق وفي نفس الوقت في غطا حلة؟ بنغطيها ليه؟ عشان البخار يخليها مزبدة، نشويها بطريقة سهلة كده وبسرعة. البطاطا هتبقى مشوية معاكي وزي الفل، وتبقى كده مزبدة. يلا الخطوة الجاية نحطها على نار عالية، وبعد ما تغلب 5 دقايق نهدي النار خالص بقى، ونسيب الحلة بتاعتنا تعيش حياتها. روحي بقى شطبي مطبخك، وضبي شقتك، وضبي بيتك. فانت المهم سيب البطاطا مع نفسها. بعد نص ساعة كده تعالوا نروح مع بعضينا نشوف البطاطا بتاعتنا اخبارها يلا كده نعرض كده ايديكم، شايفين بقى البطاطا معسلة وزي الفل. هنبتدي نشوف البطاطا بتاعتنا استوت ولا لا. انا بصراحة لقيتها استوت كده بسكينة ولا بخلة، واديكم شايفين الكراميل تقل معايا. ولو ما لقيتيش البطاطا بتاعتك استوت ولا الكراميل تقل معاكي، غطيها تاني واسيبيها يا ستي ما تستوي معاكي كويس قوي. واديكم شايفين ادينا شويناها بطريقة سهلة وبسيطة. واديكم شايفين شكل البطاطا بيتحدث عن نفسه. شكلها تحفة وطعمها كان احلى. جميلة جميلة. طريقة الشوي دي يا جماعة سهلة وبسيطة، وهتخليك على طول تشوي البطاطا وانت مش عايلة همها. يعني هتشويها بطريقة سهلة وبسيطة. يلا كده نغرف البطاطا بتاعتنا ونشوف اخبارها ويا ريت كده وانا بغرف البطاطا بتاعتي ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد، عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. انا هنا بغرف البطاطا، وبصراحة البطاطا كانت جميلة جدا. ريحتها بس كانت مدفية المكان بأمانة. والجماعة اللي هم بقى عاملين حساب الدايت ياكلوا بطاطا كده، ياخدوا البطاطاية من على وش الحلة من غير من غير كراميل. طريقة الاكل دي براحتك، هتاكليها بالكراميل ماشي، من غير الكراميل ماشي. ده بيرجع لك انت. اهم حاجة طريقة الشوية. ديكم شايفين شكل البطاطا وهي مشوية في الحلة، تحفة تحفة. وبأمانة يا جماعة كانت جميلة قوي وطريقة سهلة قوي. ودي طريقتي من زمان على فكرة، وانا صممت ان انا اعملها معاكم وتشوفوا الطريقة معايا. وهنا انا خدت بطاطايه كده قلت ادلعها شويه. هنفتحها ونشوف القلب. اديكم شايفينها مستويه ومزبده وزي الفل. وحطيت لها كده شويه كراميل بقى من بتاعنا، صوص كراميل كده. وهحط لها بقى شوية جوز هند وشوية فول وحبة زبيب. وكان عندي قشطة كده بتاعت وش اللبن حطيت منها.
وبصراحة ايه كان طعمها لذيذ جدا. وعلى فكرة حطيت لها سمسم. السمسم في البطاطا يا جماعة طعمه حلو جدا. وبصراحة البطاطاية دي انا اللي كلتها وكان السمسم تحفة. ويا ريت اعرف رأيكم في التعليقات في طعم السمسم في البطاطا. فيعني عايزة اقولك اعملي البطاطا براحتك انتي، هتاكليها كده سادة وكليها زي جميلة وزي الفل، هتدلعاها كده، فده بيرجع لك انتي. احنا اهم حاجة عندنا في الفيديو ده طريقة شوي البطاطا. هتشوي البطاطا بقى ايه على طول، وانت بقى ايه ما عندكيش اي مشكلة بقى، لا هنفتح فرن ولا نقلب ولا هنتعب، وفي نفس الوقت مش هتاخد معاكي وقت. وده هيشجعك ان انت على طول تشوي بطاطا، واديكم شايفين شكلها. وبصراحة البطاطا من الأكلات الشتوية الجميلة والمفيدة، نشوياتها مفيدة جدا. وعلى فكرة بيوصفوها في الدايت بس بشرط من غير كراميل. فهقول لكم ايه دي طريقتي في شوي البطاطا، وهنتظر رأيكم في التعليقات، وهقول لكم ايه بالهنا والشفا مقدما. والسلام عليكم.